ناس كتير سألتني عن فيديو للكارما وقالوا لي عايزين يعرفوا إذا كان الشريك أخذ الكارما بتاعته ولا لأ. هل الظالم أيا كان هو إيه بالنسبة لك، كان رئيسك في العالم عمل، كان جار، كان أب، كان أم، كان أخ، كان صديق، كان حبيب، كان زوج أو زوجة أو حبيبة، تعالوا نشوف هل يا ترى أخذ الكارما بتاعته ولا لسه، وتعالوا نشوف أحواله إيه. تعالوا نقسم الورق على مجموعتين. المجموعة الأولى هتكون الناس اللي حروف اسم الشريك تبدأ من حرف الضاد لغاية حرف الياء، والمجموعة الثانية هتكون الناس اللي حروف اسم الشريك بتبتدي من حرف الألف لغاية حرف الصاد. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. هل الشريك أخذ الكارما بتاعته؟ الناس اللي حروف اسم الشريك بتاعها بتبدأ بحرف الضاد، ط، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، واو، يه. تعالوا نشوف، وفي ورقة نزلت وهقول لكم عليها بس بعد ما نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا بسم الله. هل أخذ الكارما بتاعته ولا لسه؟ ولو لسه ما أخدهاش هياخدها إمتى؟ أنا شايفة إن المجموعة الأولى اللي حروف اسم الشريك بتبتدي من حرف الضاد هو بالفعل أخذ الكارما بتاعته. الورقة اللي كانت، وعلى فكرة ورقة الكارما أهي، ورقة الكارما الويل اوف الفورتيون أو عجلة الحظ هي ورقة الكارما، وبتقول إن الشخص ده بيمر حاليا بالكارما بتاعته. الورقة اللي كانت وقعت ورقة الجادجمنت أو ورقة الحكم، الأحكام، شخص بيدفع ثمن اللي هو عمله. أول ورقة نزلت كانت التين اوف كوينز، واضح إنه بيدفعها في ماله أو في عمله أو في حاجة تخص فلوسه. 3 اوف وانز بقاله 3 شهور بيمر بالكارما. ذا سن لسه في الكارما بتاعته. ذا هيروفنت اختلافات كتير بتحصل في حياته، أو الكاهن اختلافات كتير بتحصل في حياته، والشخص ده بيمر دلوقتي بالكارما. الكارما بتاعته صعبة وكارمته وحشة، وربنا ما يحكم على حد باللي الظالم بيشوفه. الناس اللي حروف اسم الشريك بتاعته بتبتدي من حرف الألف، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ز، ر، ز، س، ش، ص. هل يا ترى الشريك أو الشخص اللي ظلمك أيا كان هو مين بيمر بالكارما أو أخذ الكارما بتاعته ولا لسه؟ يلا بينا نشوف ونقول بسم الله. يلا، هل الشخص ده أخذ الكارما ولا لسه؟ Temperance المصالحات، 7 of Cups ورقة تحقيق الأمنيات، Justice العدالة، King of Coins ملك العملات، و 8 of Wands 8 عصي. الشخص ده هيتصل بيك وهيطلب منك المصالحة. الشخص ده بيمر بكارما، والكارما بتاعته جايله في قلبه، جايله في عقله، جايله في حبه، جايله مع حد هو اختاره. Justice هي ورقة العدالة، الميزان، ورقة بتقول هل كفة الميزان مع مين؟ لازالت كفة الميزان في صالحك أنت. الشخص ده واضح إن أنت دعيت عليه بحرقة، والدعوة بتاعتك ربنا استجابها. الشخص ده هيكلمك وهيطلب منك إنك تسامحه وهتشوفه. والناس اللي الشريك بتاعها أو الشخص اللي ظلمها يطلب منها المصالحة أو يطلب منها المسامحة. يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات وتقولوا لنا إيه الأخبار. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتاريخ. سلام.